محمد معروف يمنع ساديو ماني من تسديد ركلة الجزاء. هل خالف الحكم المصري القانون؟ حرم الحكم الدولي المصري محمد معروف اللاعب ساديو ماني من تسديد ركلة الجزاء التي تحصل عليه فريقه في الدقيقة 71 من عمر وزمن المباراة، ويواجه منتخب بوروندي نظيره السنغالي في إطار مواجهات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثاني عشر في التصفيات المؤهلة إلى كأس أفريقيا 2025 بالمغرب. قرر محمد معروف احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب السنغال في المباراة بعد تدخل لاعب بوروندي على ساديو ماني، وسقط الأخير مصابا قبل أن يتدخل الطاقم الطبي لعلاجه. وتلقى ساديو ماني علاجه بملعب المباراة وتوجه لتسديد ركلة الجزاء التي تحصل عليها لصالح فريقه، إلى أن محمد معروف حكم المباراة طلب منه مغادرة الملعب ثم العودة بعد استكمال اللعب. هل خالف محمد معروف القانون؟ تشير قوانين الاتحاد الدولي وبالتحديد القانون الخامس المتضمن لحالات الإصابات وجود العديد من البنود باختلاف نوعية وطبيعة الإصابات، ومتى يتم طلب إخراج اللاعب من الملعب المباراة وما كيفية عودته، والتي أثبتت مخالفة محمد معروف للقانون مرتين.